5 حاجات لو بتعمليهم ما تجيش تقولي لي خالص انا حرقي ضعيف ومش عارفه اخس والكلام ده كله. اول حاجه، لو انتي شخص ما بينامش كويس، ما بينامش 8 ساعات بالليل، الساعه البيولوجيه بتاعه جسمنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ان احنا ننام بالليل. الهرمونات كتيره جدا زي هرمون الكورتيزول وهرمون الانسولين لما بتنامي بالليل بيتظبطوا اكتر. كمان لما بتنامي بالليل الجوع عندك بيقل. جربي كده يوم تنامي لك 8 ساعات بالليل متواصل، ويوم تفضلي سهرانه او ما تناميش كويس، هتلاقي اليوم اللي انتي فضلتي سهرانه وما نمتيش كويس فيه بقيتي عايزه تاكلي اكتر. فالنوم اهم حاجه، اهم بجد حاجه نتكلم عليها. يعني لو عملنا كده مثلث للصحه وحطينا فيه 3 حاجات، كل ضلع حاجه من الحاجات المهمه للصحه، هنلاقي ان عندنا اول ضلع هو الاكل، تاني ضلع التمرين، وتالت ضلع هو النوم. النوم ده عليه عامل كبير جدا جدا جدا. لان كمان انتي لو ما بتناميش كويس الكورتيزول بتاعك هيكون عالي. كورتيزول يعني الانسولين هيكون عالي، يعني مقاومة انسولين. فنقطة النوم دي اهم حاجة ممكن نتكلم فيها. تاني حاجة، لو انتي شخص بيحب يشرب العصاير، بتحبي تشربي عصاير كتير، بتحبي لا انا مش هاكل ثمرة فاكهة، لا انا هعملها عصير. نتكلم كده عن الاسباب. اول حاجة، حتى لو انتي العصير ده انتي بتعمليه من غير ما تحطي سكر، حتى لو بتعملي العصير من غير ما تحطي سكر، فكرة عصره اصلا بتخليه يدخل على البنكرياس، يحصل صدمة للانسولين اللي هو صباح الفل كده انا مدخل عليك كوم سكر فريش. لان العصير فيه فركتوز، الفركتوز ده هو عشان معاه الياف وكده مش بيعمل مشاكل، لكن لو دخلتيه بشكل صريح دي مشكلة. كمان لو انتي بقى اصلا بتحسي ان الفاكهة مش مسكرة فهتحطي سكر، فدي ورطة تانية، ادي سكر زيادة. الحاجة التالتة، ان انتي لو في العادي هتاكليلك مثلا برتقانية برتقانتين في العصير، انتي عشان تعملي كوباية ممكن تحطيلك 4-5 برتقالات، فانتي كده بتدوسي فيها قوي. فالافضل نبدل العصاير بالاكل. لان احنا اصلا لما بنيجي نقول لحد عايز يتخن بنقول له اشرب اكلك ونعمل له عصاير، انت عايزه تخسي فما ينفعش. تالت حاجه، انك تبداي يومك بكربوهيدرات بسيطه، تبداي يومك بقسماط وشاي بلبن، بكربوهيدرات بسيطه عموما بقى، كرواسون. انت واحده اليجانت تصحي تاكلي كرواسون، لو انت بتقومي من النوم تاكلي كرواسون يعني الموضوع هيكون مش ظريف خالص، لانك ده هيجوعك مبدئيا جدا، هتلاقي نفسك طول النهار جعانه وهينطر لك الانسولين نطره، هتلاقي بقى تخزين دهون وتخزين ميه وهيصه. ولو انت عامله دايت وبدات تحسي بفرق هتلاقيه راح بسرعه جدا. فالكربوهيدرات البسيطه احنا اصلا ما ينفعش ناكلها، ولو هناكلها مش هتكون في اول اليوم خالص، بجد هتفضلي طول النهار جعانه ومش عارفه تبطلي اكل. رابع حاجه برضو السناك عمال على بطال. انا معرفش مين اللي فكر وقرر ان احنا لو كلنا كل ساعتين احنا حرقنا هيزيد. انا بجد مش عارفه مين اللي اخترع الفكره دي اصلا. يعني ازاي ان انا لو كلت كل ساعتين حرقي هيزيد، اذا كان الانسولين هيعلى؟ انا مش من الناس اللي هي بتقول ان الانسولين بعبع وكده، بس برضو يعني ما احنا لو عليناه كتير هو المفروض ينزل. يعني المفروض الانسولين يبقى قليل اصلا عشان الحرق يشتغل، دي طبيعه ملهاش علاقه بقى بان انا هاخد كام كالوري او كده. لازم الانسولين يكون قليل عشان الحرق يبدا يشتغل. ما الانسولين ده بيخزن دهون، الجسم مش هيعرف يحرق دهون ويخزن دهون في نفس الوقت. فلو انا باكل سناكات كتير مبدئيا المشكله الكبيره اللي هتحصل هي ان انا هكون مرتبطه بالاكل بشكل عاطفي، لان انا باكله كتير، واحنا كلنا عندنا ضغوط وعندنا مشاكل، والاكل مصدر دوبامين كويس. فاوكي حتى لو انا باكل هيلثي، لو انا هاكل شويه فاكهه كل ساعتين انا هكون مبسوطه عن لو مفيش خالص، بس ده مش صح. مهم جدا نحاول ناكل من وجبتين ل3 في اليوم ونقفل بقنا وخلاص. لو بتاكل كتير الحرق عندك هيقل وهيحصل لك اضطراب طعام، وهتلاقي نفسك مش عارفه تسيبي الاكل. يعني الاكل يعني بدل ما الاكل يبقى مجرد اكل هترتبط علاقه عاطفيه بينك وبين الاكل. الحاجه الاخيره بقى، لو انت انتوخه ومش بتحبي تتمرني، حتى لو بتمشي على الدايت مش توصلي للبادي شيب اللي انت عايزاه، ولو خسيتي هتتخني تاني. التمرين اساسي جدا يا جماعه، التمرين فوائده من هنا للسنه الجايه. مبدئيا تمارين المقاومه، انا بحب تمارين المقاومه والكارديو وهكذا. مهم جدا تكوني بتتمرني باستمرار على الاقل 3 مرات في الاسبوع، لانك لو ما بتتمرنيش حتى لو خسيتي هترجعي تتخني تاني. او الناس بقى اللي هي بتقولك ايه، اوكي انا هتمرن وهظبط الدايت لغايه ما اخس وبعدين انا براحتي بقى، لا مفيش الكلام ده يا حبيبتي. تفضلي تتمرني على طول
عشان خاطر الحرق يفضل عالي. بلس لما انت بتتمرني تمارين مقاومه الكتله العضليه بتاعتك بتزيد. لما الكتله العضليه عندك هتزيد انت حرفيا جسمك هيكون في حاله حرق دهون طول الوقت. العضلات اصلا بتعلي الحرق جدا. تمام. البودي شيب بتاعك هيظبط، عضلاتك هتظبط، لو عكيتي مره مش هتحصل ازمه قوي يعني. فمهم جدا 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 التمرين. ودول كانوا ال5 حاجات اللي لو ركزتي عليهم هيفرقوا معاكي جدا. انا دكتور ايمان اشرف، صيدلانيه اخصائيه تغذيه علاجيه ومدربه. واسفه على صوت التوك توك ده، معلش استحملونا. عدي بقى فرح امك. المهم اسفه على صوت التوك توك يعني. اوكي، انا ايمان اشرف، صيدلانيه اخصائيه تغذيه علاجيه ومدربه. لو عايزه تشتركي معايا هتلاقي رقم الواتساب على البايو عندي. ولو في اي سؤال بقى سيبيهولي، واعملي فولو عشان بينزل محتوى قوي جدا هيفيدك. ويلا في التقوا بعافيه. باي.